السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين أعز الناس؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ سمحوا لي اخوتي كنتعطل عليكم، عندي ظروف خاصة. نتمنى من الله نعود بأقوى حلة. اليوم البنات غادي نقدم معكم واحد الحليوة ديال السميدة والكوك، نتمنى من الله تعجبكم وشكرا لكم بزاف. هنا البنات عندي 3 البيضات، ما يكونوش كبار بزاف. عندي هنايا كاس سكر سنيده، عندي هنا قشور ديال الحامض، كنخلط الكل جيدا. يمكن لكم تخلطوا بيديكم. الصبر بالتخليط البنات. هنا غادي نضيف الزيت، كاس ديال الزيت نباتيه. نخلط الكل جيدا. هنا البنات غادي نضيف الكوك. البنات يكون ميدم، لا احسن يكون ميدم ويكون نوعيه جيده. هنايا درت ربع هاد الكوك. كلكم تحيدوا الخلاط وتخلطوا بيديكم، بقاش اليد كتسهل اموريه. انا غادي نضيف النكهه ديال الحامض، يمكن لكم تستغناو عليها الا ما كانش عندكم ولا ما كتعجبكمش، يمكن لكم تستغناو عليها. هي كتعطي شويه اللون وكتعطي حتى المذاق الحامض. هنا غادي نخلط نحيد الخلاط، غادي نخلط بيدي. انا غادي نضيف البنات السميده الرقيقه الصفراء، تكون من نوعيه جيده. غادي نضيف عليها الخميره الحلوه. ديروا معلقه ونص صغيره. حنا غادي نضيف شويه العسل، او ديروا الكوفيتير ديال الحلوه معلقه. انا ما كانتش عندي الكوفيتير، درت هنا معلقه العسل. غادي نجمع الكل جيدا. السميده البنات انا درت رابعه، ولكن على حسب شنو، واش كانت كتشرب السميده ولا المهم بقاو تخلطوا حتى كتحسوا بالعجين ما يتقصحش معاكم. خليوه شويه هكا مرخوف، لحقاش نخليو العجين ديالنا على جانب تما شي 5 دقائق هكاك، وبداو كتكوروا. هنايا البنات درت سكر كلاصي اللي يكون من نوعيه جيده في واحد الاناء. كورت القدر اللي بغيته انا على حساب الكبر اللي بغيتو، او لا عندكم الميزان عبرو. هكا كنكور ونحط في طاسه سكر كلاصي، ويديا كندهنهم بالماء الزهر. ها هو دايره في السلافه، كندهن غير يديا، ما كنغمش الحلوه ديالي في الماء الزهر، غير كندهن غير يدي.
كما كتلاحظوا خوتي انا مستمره كنكور الحلوى دائما على حسب، قلت لكم على حسب الكبر، على حسب شنو بغيتو. كاين اللي كيبغيها كبيره، كاين اللي كيبغيها صغيره. وكنشوفوا البنات هنايا هاد القصديره درت لها بابي كويسو كغيت الحلوى، والقصديره الاخرى ما غاديش ندير لها. هنا بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كنشد واحد المعلقه وكنضغط عليها واحد شويه من الفوق، يمكن لكم تضغطوها بيديكم هكا خوتي. هانتوما كما كتلاحظوا، وغادي ندخلها للفران على عافيه مهيله. يمكن لكم تدخلوها الفران من التحت، ولكن خصكم تردوا لها البال او تدخلوها من الفوق حتى تبدا هذا باش تجي معكم تفرق عليكم هكا في الحلوى وتشقق، كتجي زوينه في الصراحه. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه اللي درت معكم. متنساوش اختكم من اللايك والاشتراك بطبيعه الحال. هنا هانتوما شوفوا هاد القزديره ما درتلهاش الكاغيط الحلوى، هي غير دهنوها وديروها شويه دقيق دخلوها للفران. اللي ما كيتوفرش عنده هاد كاغيط الحلوى يمكن له ما يديروش. هنا بعد ما طابت معايا الحلوى ديالي غادي نشاركها معاكم. شوفوا الشكل ديالها البنات كي كيجي. نتمنى الله يعجبكم وتجيكم الحلوى زوينه. الى عجبتكم هاد الطريقه الحلوه اللي درت معكم خليو لي كومونتير زوين. وشكرا للاخوات اللي كيخليو وقتهم وكيدخلوا عندي وكيخليو لي كومونتير زوين. شكرا لكم بزاف، الله ينوركم ويوقف معكم يا ربي. خليكم البنات مع الشكل النهائي. غادي نشارك معكم كي جا الشكل. كنتمنى من الله تعجبكم هاد الطريقه. هانتوما شوفوها الحلوه ديالي كي جات، حتى نتوما اللي جربتوها خليو لي الاراء ديالكم. هنا خوتي غادي نشارك معكم الحلوه كي هانتوما البنات بصراحه كتجي غزاله، تجي معلكه. خليتكم على خير.